هنالك شعب يتفهم ما تقوم به المقاومة العراقية مثل الشعب الجزائري، وأنا أتحدث عن الشعب ولا أتحدث عن النظام المتعفن الفاقد للشرعية والمشروعية، وإنما أتحدث عن الشعب. فالشعب الجزائري ليس هنالك شعب يستطيع أن يتفهم ما تقوم به المقاومة مثل الشعب الجزائري، وأنا ابن شهيد أعرف ويلات ما يخلفه الاستعمار والاستدمار في بلادنا. ولذلك أقول لإخوتي في أرض الجهاد أنني أسأل الله تبارك وتعالى أن يغلبهم على عدوهم المحتل عاد القرن العشرين، هذه الإمبراطورية التي طغت في البلاد بقواها العسكرية والإعلامية والسياسية والاقتصادية والإعلامية، يعني هذه القوة التي أرادت أن تسيطر على العالم بغير وجه حق. ولكن علمنا التاريخ أن الإمبراطوريات مهما امتدت ومهما اتسع نفوذها فمآلها إلى الأفول، مآلها إلى الأفول. ولذلك أنا عندما أتحدث مع إخوتي إنما أنا لا أستطيع أن أقول للإخوة، لا أستطيع أن أملي على المجاهدين ما ينبغي فعله، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولكنني أضع بين أيديهم هذا الالتماس وأرجو أن يأخذوه بعين الاعتبار، لأنه قائم على أسس السياسة الشرعية في إلقاء القبض على الأسرى، إما قتلا أو نفيا أو منا. عبد الحليم بلحاج شقيق علي بلحاج اعتقل هو الآخر بعد مقابلة مع الجزيرة، أوضح فيها أن مقابلة الجزيرة مع نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة انتهت قبل أن يكمل كلامه، وأكد أن بلحاج كان يريد أن يقول لخاطفي الدبلوماسيين الجزائريين اطلقوا سراحهما من أجل الشعب الجزائري لا من أجل الحكومة الجزائرية. كلمات عادت بعلي بلحاج إلى التحقيق والاعتقال، وقد تقوده إلى محاكمة جديدة لتضع مزيدا من الأعباء على كاهل دعاة المصالحة في جزائر اليوم. علي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، انضوى في أول تحرك سلفي مسلح مناهض للحكم الجزائري سنة 1983 وسجن 5 سنوات من أجل ذلك. أسس مع عباس مدني جبهة الإنقاذ في مارس سنة 1989، ثم اعتقل مع مدني بعد حل الجبهة في مارس سنة 92 ليطلق سراحه في 2 يوليو سنة 2003. عرف علي بلحاج بوصفه ملتزما بالفكر السلفي الجهادي وبكونه رمزا للتيار المتشدد داخل جبهة الإنقاذ ذي العلاقات المتوترة مع المؤسسة العسكرية. لم تغير سنوات السجن الكثير في قناعاته، كما بدا ذلك من رسالة بعث بها إلى الرئيس بوتفليقة في 8 أغسطس سنة 1999. بين اعتقال وإطلاق سراح وإعادة اعتقال تغير الكثير في الجزائر وفي العالم من حولها، ليبقى السؤال: هل فهم أطراف الأزمة الجزائرية ذلك؟ فهم يقتضي الإبقاء على شعرة معاوية بين حرية الكلمة وبين الكلمة المسؤولة. ومعنا في هذه الحلقة على الهاتف من الجزائر محي الدين عميمور وزير إعلام جزائري سابق، ومن لندن سعد جبار المحامي الجزائري، ومن باريس ماجد نعمة رئيس تحرير مجلة أفريقيا آسيا. وقبل أن نبدأ الحوار مع ضيوفنا نفسح المجال لعبد الفتاح بلحاج نجلي علي بلحاج ليضعنا في الصورة. كيف ولماذا اعتقل أبوه وشقيقه؟ تفضل سيدي. أولا السلام عليكم دكتور فيصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية نقدم تعازينا الخالصة لأسر الدبلوماسيين الجزائريين. وبعد أتأسف كثيرا أمام الرأي العام الوطني والدولي كون فكرة والد الشيخ علي بلحاج لم تصل كما أرادها، فالكل يعلم كيف وقف الشعب الجزائري مع الشعب العراقي، وتكريما لهذا الصنيع الجميل وهذه الوقفة التاريخية العملاقة أراد أن يطلب من الخاطفين إطلاق سراح بالعروسي وبالقاضي، لكننا نؤمن بقضاء الله وقدره حلوه ومره، إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل أستاذ، هل في سؤال أو ملاحظة؟ طيب، هل بالإمكان أن تضعنا بصورة
الطريقة التي تم فيها اعتقال يعني والدكم. نعم شكرا. يعني بعد التحدث إلى قناتكم بعد برهة، يعني الشيخ خرج أمام المنزل، أوقف من أطراف من طرف أعوان الشرطة، وبعد ذلك اقتادوه إلى مخفر الشرطة أمن ولاية الجزائر العاصمة. وهناك هو الآن لحد هذه الساعة محتجز هو وعمي عبد الحميد. طيب، والسؤال المطروح سيدي، يعني ما هو السبب بالتحديد؟ يعني كما فهمنا قبل قليل بأن الرجل كان في واقع الأمر يريد أن يقدم التماسا، ونحن نعلم أن الشخص الذي يقدم التماس هو يريد مصلحة الدبلوماسيين الجزائريين. أراد أن يقدم التماسا، لكنه لم تفتح له الفرصة. شك إلا الذي له نية يبيتها للشيخ. هذه أقولها سيدي. نحن متأسفون لأن هناك بعض الأطراف أرادت أن توظف هذا التدخل لغير صالح الشيخ. طيب، يعني باختصار انه يعني استغل الامر لأغراض اخرى. طيب سيد عبد الفتاح، يعني بعد هذا الكلام ألا تخشى على نفسك يعني أن تلحق بهما الآن، خاصة وأن العملية كما تعلم يعني واحد وراء الثاني؟ يا أخي، نحن أولا أنا أدافع على والدي وأدافع على عمي، وإذا كان في شريعتنا يجب نصرة الأخ لأخيه، فكيف ترى أنت نصرة الولد لأبيه؟ طيب، أشكرك جزيل الشكر، وأتوجه مباشرة في واقع الأمر إلى السيد وزير الإعلام الجزائري السابق سيد عميمور على الهاتف. سيد عميمور، يعني هل يعقل أن يعني يسجن الشيخ علي بلحاج ثم يسجن شقيقه، ولا نعلم إذا سيسجن؟ هل برأيك سيلحق بهما عبد الفتاح الذي تكلم قبل قليل؟ أنت الآن طرحت القضية بشكل محاكمة وأصدرت فيها الحكم قبل أن يجري فيها أي بحث. الشيخ علي بلحاج غفر الله له قام بما يمكن أن يقال عنه في الجزائر جاء يسعى ضيع تسعى. الرجل كما تعرف ممنوع بحكم قانون الطوارئ من الإدلاء بتصريحات سياسية، ولكنه انتهز فرصة المأساة التي قتل فيها جزائريون غدرا لكي يستعرض عضلات بلاغية، وتصور أنه يستطيع أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. سيد عميمور ما هي البلاغات الاستعراضية؟ الرجل كل ما قاله هو أنه قال أن الشعب الجزائري والكثيرين منه يقفون إلى جانب المقاومة العراقية، وأنتم في الجزائر لا يا سيد فيصل، أنت تلوي عنق الحقيقة يا أخ فيصل. البلاغ موجود أمامي نصا كلمة. قال في البداية أنه يريد أن يعرف الرأي العام في الداخل والخارج، أنه ممنوع من التصريح، وأنه يحيي المجاهدين، وأنه يسدد خطاهم، وأنه إلى آخر ذلك. عندما نجد أنه وهذا فعلا يعني في الواقع هو خطأ تكتيكي من الشيخ علي بلحاج، ماهوش لأنه عندما تقول أنه حاول أن يستجدي أو أن يطلب من الخاطفين إطلاق سراح الإخوان الذين اغتيلوا أو قتلوا، الصحفي انتزع منه الكلمة بالفعل ولم يكمل. وأنا أستطيع أن أتفهم هذا، لكن أستطيع أن أقول لك أيضا أن هناك من المواطنين هنا من كان يمكن أن يعتدوا أول أمس على الشيخ الذي لم يفرق بين ما يقال في حلقة ضيقة من الأنصار وما يقال على شاشة التلفزة مضمونا وأسلوبا. جميل جدا. كثيرون رددوا بالأمس أنه الإجهاز على الدبلوماسيين حدث بعد أن تلقى الخاطفون الإذن بذلك من الشيخ علي بلحاج، وهو ما لا أعتقد بصحته. هذا خطأ، ولكن هذا ما حس به الناس لأن الرجل لم يكمل حديثه، وأنا أحسست بهذا. بس سيد عميمور لم يكمل حديثه. الرجل كان من المشرعين. يا سيد عميمور، الرجل كان سيوجه التماسا، وأنت والجميع يعرف أن الناس توجه التماس من أجل شيء جميل. كان يريد مطالبة هؤلاء، يعني كلامه لم يفهم صحفيا هذه القضية. يعني هل يجب أن يوضع بالسجن في الوقت الذي كان يريد إخراج الدبلوماسيين من المحكمة؟ كان يريد ولكنه لم يفعل ذلك،
المشكل أنه الكلمة الوحيدة التي جاء فيها نوع من طلب العفو عن الناس هي آخر كلمة قالها، بأنه يرجو أن يأخذوه بعين الاعتبار على موضوع الأسرى، لأنه إلقاء القبض على الأسرى يؤدي إما إلى القتل أو النفي أو المن. هذا ما قاله، وبالتالي من سمعوا كلام الشيخ علي بن حاج غفر الله له حكموا عليه بأنه يعطي تصريح للخاطفين للقاتلين بأن ينفذوا حكم الإعدام، وهو خطأ. أنا أعترف بأنه خطأ، لكن هذا ما حدث لأنه أضاع وقت البرنامج في الحديث عن أشياء كان المفروض أن يتركها جانبا ويتوجه مباشرة للخاطفين. جميل جدا. وأتوجه بهذا وأنتقل. سيدي أشكرك جزيل الشكر. أتوجه بالكلام مباشرة